السلام عليكم. بلغ حضرتك بس ان المريض سعد رزق يعاني من وجود فيروس كورونا، ورجاء عدم الاقتراب منه او التعامل معه مباشرة، ورجاء عزله في مكان بمفرده ويعرض على الاخصائي لاعادة فحصه. شكرا. Jesus just rose again. When I come in the arena. السلام عليكم. بداية فيديو جديد. طبعا بعد ان هي 6 ايام طبعا ما بنغيبش كده وخلاص، بنغيب عشان نفهم، عشان ندمر الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين الاوضه كده، كل الجورنال عاملين لها كلها جرايد، طبعا فلاش باك. زي ما انتم شايفين كده 6 ايام عايزين نظبط الوضع. في 6 ايام دول بقى ما كناش بنكلم سمير زي ما انتم قلتم. طبعا في ناس كتير في تعليقات عايزه مقلب في سمير، اذا كان صبيان وبنات كله، يعني كان يجي في كل فيديو يجي تعليقين 3. اهم حاجه لسه ما اشتركش في القناه، اللي اشتركوا في الجرس عشان يوصلوا كل جديد ومقلبنا الفجر. طبعا في ال4 ايام او ال5 ايام دول ما كناش بنتكلم فيهم سمير كان يجي يرن على احمد يقول له ده سعد محبوس في المستشفى. طبعا كان يكلم احمد يقول له سعد محبوس في المستشفى، يكلم يوسف سعد محبوس في المستشفى. فالنهارده طبعا نفسين بتاع القنوات وكده، لان هنعمل مقلب فيروس كورونا. طبعا احنا هدفنا من الفيديو والله ان احنا ولا نتريق على حد ولا اي حاجه في الفيديو، وان كان في مسلمين عندهم الفيروس ده ربنا يشفيهم ويعافيهم ويعافينا ويعافيكم. المفروض دلوقتي ان يوسف احمد هيكلموه له، هم قالوا له ان بتاع سمير ان سعد جاي من بتاع من المستشفى. طبعا سمير بقى له 4 ايام عايز يجي لي ومش عارف يوصل لي، هم يقولوا ده احنا هنيجي النهارده. فطبعا هيجي على طول. الحاجه الحلوه بقى اللي في الفيديو ده ان انا متفق مع دكتور بجد اللي هو يبعت لي ريبورت على الواتس ان انا اصلا ما قعدتش في المستشفى يعني عشان استنى التحليل، فهو هيبعت لي التحليل ده على الواتس. فالمفروض طبعا لسه ما اشتركش في القناه، اللي اشترك في القناه طبعا بنعمل مقالب بشلفه. طبعا شفت الفيديو اللي فات المقلب بتاع يوسف اللي لسه ما شافوش، هسيب لكم اللينك تحت في الواتس او في اول تعليق. طبعا هنكتب احسن تعليق، واحسن تعليق كان الفيديو اللي فات كان احمد تعليق ظروف هنا. طبعا احنا بعد ما كتبنا اسم احسن تعليق لان المعلم احمد ساعد ما كانش بيصور. طبعا اسمك كده اهو، وزي ما وعدناكم احسن تعليق في الفيديوهات، يعني الفيديو انتوا بتتفرجوا عليه احسن تعليق هيتكتب هنا جنبه. دلوقتي انا هنام وهم هيكلموا سمير، هيقول له تعالى نساعد جه من المستشفى. الو ايه يا ابني؟ ايه يا معلم؟ ها؟ سعد يدخل، مش عايزين نشوف. الو سعد فين؟ سعد في البيت ولا فين؟ انت فين؟ قاعد هنا اهو. يا عم انا راح المنصورة كده مع اصحابه وكده. هو فين بات؟ هو جينا واحنا معاه في البيت. والله يعني؟ انت فين كده؟ انا بقول لك رايح المنصورة مع اصحابه وكده، بس انا هجيله بقى عشان بقالي كتير ما شفتوش وكده. طب هتيجي يعني؟ ايوه يا عم هجيله. طب احنا مستنيينك اهو. بيكح ليه؟ هو تعبان ولا ايه؟ كنت تعبان شويه. طيب يا عم انا جاي له اهو. طب على السريع يلا. سلام. المفروض دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ان احنا كلمناه، فهو اول ما يجي هنفتح الكاميرا يعني. And at this point, it's not about. There it is! The Undertaker with a massive hand around the throat of John Cena. Cena let go for a ride all the way. جاي. المفروض يا جماعه الكاميرا اتحط لنا ان سمير جه على فجأة يعني، ولا رن ولا اي حاجه. الكاميرا يا جماعه تتحط هنا كده جنب البرواز. لا ساعة. استغفر الله العظيم. مش حاجة يا عم، ما عنديش حاجة ولا. استغفر الله العظيم. لا ساعة. الله ولا حول ولا قوة. كتير عنه بقى ده تعبان بقى. اللهم لا حول ولا قوة. يا عم ما فيهوش حاجة. يا عم قد سامي شلاك. لا اله الا الله.
الله اكبر. ما عندوش حاجه يا عم ولا الله اكبر. الواد يا عم ايه ده بتوشيل عن يا جدعان ما تصدروش فاهم. يلا تعبان يلا. كان معايا عنده 4 ايام في المستشفى. دلوقتي عامل ايه دلوقتي هو عامل تحاليل والاشاره هتجيلنا دلوقتي سواء هو في مرض الكورونا او لا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. احنا بنتكلم بجد يا عم. انت عاوز تصور معانا؟ اتفضل. انت تصوير اهو. هي عندك تصوير. انت تصوير فينا اهو. هات يا عم يابا ولا يا الدكتور اللي جوه يا جدعان وعنده انت ما نعرفش لسه يا ابني الواد هو فين تحاليل هتيجي دلوقتي الدكتور هيبعت لنا الواد من اخر مره واحنا في اسكندريه كان في طبعا حالات هناك في اسكندريه كتير. شوف وانت اكيد تعبان يا ابني من الواد صاحب يا ابني اتفضل يا سعد ولا انا عنده الصدر عارف انت انا شكلي يابا يا احمد عايز تتكلم ايه الواد ما تشوفها هي ولا بنت الرجايه حاجه انت بتعمل انا مش عارف طب يا عم فين ما تكمل هو ما تطمن انت لا انا عايز اعرف هو عنده ايه برضه عنده البواسير بقول لك عنده الفيروس دول عنده البواسير انت لو انت عمال عنده ايه بقى؟ بارد ولا لابس اول وجاب الوضع على انفك طب يا شيخ مش لابس حاجه يا عم مش عليك الله ما تهزرش تهزر يا اسطى الشيء بتاع الصوت كده مش هو يعني لازم تهزروا بنعرض عليك بنعرض عليك يا عم انا بقول لك في ايه هو ماله يا عم فين يا جدعان كده في انت بتتكلم كده لا انت بتتكلم كده لا يا عم ولا يا احمد ولا السلام عليكم. بلغ حضرتك ان المريض سعد رزق يعاني من وجود فيروس كورونا رجاء عدم الاقتراب منه او التعامل معه. ولا يا احمد رساله جايه تقول لك رساله اللي عامل بتاع العياده ولا ساعه انا بس كمل. السلام عليكم. بلغ حضرتك ان المريض سعد رزق يعاني من وجود فيروس كورونا ورجاء عدم الاقتراب منه او التعامل معه مباشرة ورجاء عزله في مكان بمفرده ويعرض على الأخصائي لإعادة فحصه. شكرا. نظرة صح؟ نظرة هم بنظرة مسؤول شبكة الدكتورة بالذات انت بتخلي يالا متابع الدكتور بعد الرساله ولا تتابع ولا تتابع يا جدعان انتوا بتهزروا يا جدعان يا جدعان فين انتوا بتهزروا؟ انا انت مفكر تعبان انت ما سمعتش بتاع دي برضك بنهزر الوقت اللي بتاعنا عايزين نتحقق عليه. ده لبس طلع لك على فكره لا عنده الفيروس لا الفيروس هو باين بيت ابدا محدش ما وش لو يا عم ما تهزرش يا جدعان يا عم ما تهزرش يا عم يا عم ربنا وبنهزر يا عم ما تهزرش لا خالص يوسف ايه يابا هوصلك انت واحدة بسبيل يا عم ما تهزرش يا ساعة يا عم ما تهزرش كلنا ما بنهزرش ده عنده فيروس الدكتور بعت الرساله انه عنده فيروس ولما الناس متغربين منكم ولا ده دلوقتي يعني احنا كده عايزين يا جدعان يعني بس عندنا كده قالوا يا عم ما تهزرش ليه يا عم انت عايز بس يا عم ما تهزرش يا عم تهزروا يا عم ما تهزرش يا عم يا عم
عيط لا ليه؟ يا عم ما تقدرش كده. يا عم يا عم اوعى بقى الماتش كلمني يلا يا عم هو مش هو اللي عيط ها؟ عيط يا باشا. واللي انا كنت متوقعه من سمير برضه كنت عارف ان هو يزعل والدنيا كده باظت خالص. سمير طبعا عيط ونزل على السرير ما بهزرش. كان عارف يا عم تعالى ما تهزرش بس يا جدع عمال لك عيط. عاوز عشان تضربني. يا جماعه يكون كده دي نهايه الفيديو. طبعا لسه ما اشتركش في القناه لازم اشترك في افضل قناه في الموضوع ده. الحاجه بقى ان في عندي اكونت مشترك في جيف اواي ده تبقى جوائز. مش عارف يعني ايه جيف اواي يعني ايه جوائز. يبقى في تليفونات وفي كاميرات وفي كل حاجه. في عندك اكونت مشترك هنسلم بس فيديوهين 3 كده هنعرض عن الجوائز وهنقول لكم هي ايه الجوائز عند اكونت مشترك ان شاء الله. وبكده يكون ده الفيديو. سلام. Jesus just rose again.